ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة عن الفطاير المقلية. هنعمل مع بعض فطاير اقتصادية بطريقة سهلة وبسيطة بطعم البيتزا. هنعملها بأي بواقي أكل موجود عندنا في التلاجة. زي ما انتوا شايفين شكلها هش جدا وطرية من جوه، وفيها سنة قرمشة بسيطة كده من بره، وما فيهاش اي زيت كده ولا شرب زيت ولا حاجة. ما تقلقوش ان هي مقلية. بس لو اول مرة بتشوفوا مطبخ رنوش، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. تابعوني وانتوا تعرفوا ازاي هنعملها مع بعض. هي طريقتها مش مكلفة خالص، المكونات بتاعتها بسيطة جدا. لو طالعين بقى رحلة او مصيف على البحر، او ممكن نضيفها في اللانش بوكس للاطفال اللي لسه بتروح الحضانة، بدل ما نشتري مخبوزات بقى من الفرن جاهزة وما بتبقاش مضمونة. هنعمل حاجة كده خفيفة في البيت. انا هجمع كل بواقي الاكل اللي عندي. هنا ضفت بيضة وفلفل اخضر وفلفل احمر، وكان عندي حبة جبنة موتزاريلا في التلاجة ضفتهم على حبة جبنة شيدر مبشورة برضو. وده كان لانشون بيف عندي في التلاجة. وضفت معلقة كبيرة لبن. اللانشون قطعته قطع صغيرة، وهقلبهم كويس بحيث ان البيض يمتزج مع اللبن بالمضرب. يعني اي بواقي متوفرة عندنا في التلاجة احنا ممكن نستخدمها. ممكن نستخدم جبنة بس مثلا، ممكن اي نوع جبنة. كده هبدأ اضيف الدقيق. انا ضفت كوباية دقيق، واضيف لها معلقة بيكنج باودر ومعلقة ملح. ودي اول كوباية دقيق اللي انا دي كمية الدقيق اللي انا هستخدمها في الوصفة دي، حوالي كوبايتين ونص دقيق. اول كوباية لازم اقلبها كويس بالمضرب جدا، واضيف الدقيق على مراحل. ما اضيفش الدقيق كله مره واحده، يعني اضيف حبه واقلب شويه بحيث ان الدقيق يمتزج مع البيض واللبن اللي انا ضفته، علشان ما يحصلش اي تكتلات والدقيق يبدا يكلكع مني. خطوه مهمه جدا ان احنا لازم ننخل الدقيق علشان ندخل هواء للعجينه بتاعتنا علشان تبقى هشه معانا. بعد كده هبدا الم العجين بايدي كويس، وابدا اضيف كوبايه الدقيق التانية والم بايدي بقى العجين. خلاص هنا مش هستخدم المضرب، لا هنا في المرحله دي انا هلم العجينه كويس لحد ما تتشكل معايا كرة عجين متماسكه، لا هي ناشفه ولا هي طريه قوي، لا تبقى العجينه متماسكه. كده خلاص انا هبدا افتح العجين بايدي. هسيبها ترتاح شويه حوالي ربع ساعه. هجيب ورق زبده وابدا اغطيها بيه. بعد كده اجيب النشابه وابدا افرد العجينه زي طريقة فرد السينابون كده بالظبط. لما بنفرد عجينة السينابون طريقة مستطيلة. هفردها كويس. عايزة السمك بتاعها ما يبقاش رفيع ولا يبقى تخين، لا عايزة السمك بتاعها متوسط. حوالي سمكها يكون حوالي 2 سنتي، لان هي لسه لما نقليها هتنتفخ معانا وتنفش في الزيت. وده شكلها زي ما انتوا شايفين. هبدأ اقطعها بقى للشكل ده بالطول وبعد كده بالعرض، تبقى نفس شكل مثلا القراقيش او المنين كده. بعد كده هحضر طاسة زيت وهبدأ انزل بالفطاير بتاعتي. الزيت بيكون سخن في الاول، بعد كده اخلي النار متوسطة يدوب تاخد اللون الذهبي، وهطلعها على طول. وما تقلقوش هي من جوه بتبقى هشة جدا ومش معجنة ولا هتشرب زيت خالص. طبعا هطلعها على مناديل ورق بحيث لو في اي نقطة زيت تبدأ تشربها. عايزه اقول لكم بجد طعمها حلو قوي في الفطار بقى كده مع كوبايه نسكافيه، او في العشاء مع كوبايه شاي بلبن، يعني او كسناك بين الوجبات مثلا الناس اللي بتحب تنقنق. كمان انتوا ممكن تستخدموا اي مثلا بواقي اكل موجوده عندكم في التلاجة. لو مثلا قطع فراخ ممكن نضيفها بدل اللانشون، ممكن بسطرمه، ممكن قطع صدوق. اي نوع اكل بواقي اكل متوفره
في التلاجة احنا ممكن نستخدمها بحيث نعمل حاجة اقتصادية في البيت موفرة بدل ما نشتري جاهز. لما تبقى حاجة البيت طبعا معمولة بنظافة هيبقى اوفر كمان. او لو عندنا مثلا عيد ميلاد احنا ممكن نعملها جنب الميني بيتزا، لان هي نفس طعم البيتزا بالظبط. يعني لو جربتوها فعلا هتلاقوها نفس طعم البيتزا، مفيش فرق خالص. طعمها حلو جدا بصراحة. ده غير ان هي طلعت معايا كمية كويسة جدا، يعني طلعت طبق حلو قوي، الكمية بتاعته حلوة بتكفي لو مثلا فعلا في عيد ميلاد وكده هيبقى معانا كمية حلوة، ومش هتبقى مكلفة لان كوبايتين دقيق بس وبيضة ومعلقة لبن دول اكيد متوفرين في اي بيت، فهي اقتصادية جدا بصراحة. وكمان لو انتوا مش حابين تضيفوا فلفل عادي براحتكم، ممكن ما تضيفوش فلفل، بس هو الفلفل بيديها نكهة حلوة لو في ناس مثلا ما بتحبش الفلفل. هنا انا خلصت كده الكمية كلها، ده شكلها. عايزه اقولكم بجد طعمها حلو جدا، لو جربتوها مش هتندموا. هشة قوي وخفيفة، ما تقلقوش خالص من حكاية ان هي مقلية يبقى بقى شاربة زيت وتقيلة وكده، لا خالص. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ياريت تدعموا القناة. لو عندكم اي ملاحظات اكتبولي في الكومنتس وهرد عليكم. لو في اي وصفة حابين ان احنا نقدمها في القناة اكتبولي في الكومنتس وان شاء الله هنقدمها.